النت عندك قاطع ومفيش شبكه ولا في حراره في الارض ولا انت قادر تدفع حتى فلوس على انستا باي. فالسبب ورا كل المشاكل دي هو حريق السنترال الرئيسي في رمسيس. سنترال رمسيس هو المركز الرئيسي للاتصالات في مصر، مبنى حساس جدا لانه بيستضيف الراوترات الداخليه والمبادلات الدوليه. فتخيلوا بقى المبنى ده عملاق، يعني حجمه يجي 10 ادوار، وفجاه نلاقي حريقه قايده في الدور السابع. والحريق المفاجئ ده بيبقى على الاغلب ناتج عن ماس كهربائي من الاجهزه اللي موجوده جوه، لان كل دور بيبقى فيه عدد كبير جدا من الاجهزه والسيرفرات اللي شغاله. فالحريقه مسكت في كل حاجه وبسرعه كبيره جدا، وفي 14 شخص اتصابوا، من ضمنهم 2 من افراد الطوارئ حصلت لهم حروق كبيره اتنقلوا على المستشفى القبطي. وفي يجي 17 عربيه اسعاف و12 عربيه مطافي اتوجهوا لمكان الحريق في السنترال الرئيسي في رمسيس، وعلى طول فصلوا على السنترال الكهرباء والغاز علشان يقدروا يسيطروا على الحريق. وبالفعل جهاز الحمايه المدنيه قدر ان هو يسيطر على الموقف ويبرد المكان ويطفي الحريق. وفي عدد من المسؤولين التقنيين حضروا بعد ما الحريقه اتطفت علشان يحققوا ايه سبب الماس الكهربي ويبداوا يحققوا في الموضوع. وفي لجنه فنيه هتتشكل علشان تشوف مدى الضرر اللي حصل بسبب الحريق وعدد الاجهزه التالفه، ومحتاجين ميزانيه قد ايه علشان نرجع الوضع طبيعي زي الاول. وهيحدثوا اجهزه الكشف عن الحرائق علشان الموضوع ما يتكررش. وفي تعويض هينزل لكل الناس اللي اتضرروا بسبب الحريق اللي حصل ده، سواء كان انقطع عنهم النت او التليفون الارضي او ان هم ما قدروش ان هم يعملوا مصالحهم. فالخدمه هترجع طبيعيه خلال الساعات الجايه، بالكتير قوي ممكن تكون بكره. فللاحتياط محدش يحول فلوس على انستا باي او يعمل اي معاملات ماليه لغايه لما الوضع يبقى مستقر، علشان احتمال الفلوس او المعامله بتاعتك تتعلق فتحصل مشاكل. وبس، كان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.